السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبد اللطيف خيزري، رئيس اللجنة الوطنية لأرباب الحمامات بالمغرب، نائب رئيس جمعية صفا بعين السبع. اليوم كنتواجدوا بمنطقة سيدي مومن، وبالضبط في حمام عطور ديال الصحراوية، يعني جزيئة عطور. وبالمناسبة هي أحد منخرطي هذه الجمعية. واليوم جينا كنناقشوا واحد المسألة ديال التعريفة ديال الاستحمام، خصوصا مع المرحلة ديال الغلاء وفيما يتعلق لا بالمحروقات ولا أنواع الحرق. احنا في إطار توحيد هذا الثمن هذا، وكنهضروا على الثمن المرجعي، يعني اللي ما خصوش ينزلوا عليه الإخوان باش ما تكونش مضاربات فيما يتعلق بالمسألة ديال استقطاب الزبائن. يكون واحد الثمن مرجعي اللي غادي نحترموا فيه لي نورم، يعني حتى المصلحة ديال الزبون قبل من المصلحة ديال صاحب الحمام. واليوم يعني في انتظار اننا نخرجوا بخلاصات نهائيه. احنا مازال الان كننتظروا الاخوان، يعني عطينا واحد المتسع من الوقت اللي هو كافي، خصوصا وان نهايه الاسبوع اليوم السبت، يعني غادي ننتظروهم ما امكن، يعني اكثر ما يمكن، من اجل ان العدد والكم، لان مساله هذا اتفاق اللي غيكون فيه واحد ميثاق شرف مهني بين الاخوان. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهم الامور اللي غتناقشوا اليوم وشنو على شنو؟ اهم اشياء اللي غادا تناقش بالدرجه الاولى، كيف قلت لك، بما ان المساله هي تتعلق بالمنطقه ديال سيدي مومن، غادي نهضروا فيما يتعلق بسيدي مومن، فيما يتعلق بتوحيد او تحديد الثمن المرجعي للاستحمام واستغلال فضاء الحمام. هذا فيما يتعلق بالنسبه للناس ديال سيدي مومن. وبالنسبه لباقي الاخوان الحضور اللي كيتواجدوا معنا، غنهضروا على مجموعه من الاشكالات اللي تتعلق بهذا المرفق الميكرو اقتصادي او الاقتصادي الاجتماعي التضامني اللي كيعني الحمام بصفه عامه في الجهه ديال الدار البيضاء السطات. ابرز هذه الاشكالات شنو هما؟ وابرز الاشكالات هو ان اولا بعد الدار البيضاء اليوم كنا ولينا كنعيشوا مشكل، هو ديال التنقل ديال الشاحنات اللي كتحمل مثلا الخشب، خصوصا وانه تم حظر هذه الناقلات من الحجم الكبير على انها تنقل باريحيه داخل الدار البيضاء، خصوصا مع انتشار الخطوط ديال الترومواي. وهذا ملف مطلبي اخر غادي نتقدموا به للسيد الوالي ديال الجهه، على اساس انه يحاول ما امكن يحدوا لنا واحد السوق ديال الخشب اللي يكون ما كيعرقلش حركه السير داخل المدينه. السلام عليكم. فدواشي فاطمه، رئيس جمعيه ارباب الحمامات وارباب ومستغلي الحمامات بجهه الدار البيضاء سطات. بدء حنايا هنا هذا النهار في زياره تفقديه للحاجه الصحراويه صاحبه حمام عطور، اللي هي عضو مؤسس ديال الجمعيه ارباب ديال جمعيه الحمامات، واللي هي امراه ناضلات وامراه مقاوله وربت حمام وناضلات كثير باش هذه الحرفه تشد المسار ديالها وسط الحرف. وما ننساوش وما نمكروش لها المجهودات اللي بدلات هي باش هذا القطاع يولي حتى هو واحد القطاع اللي محترم وعنده تمثيليه، وهي من النساء الاوائل اللي دافعت على حقوق ارباب الحمامات وعلى حقوق الشغيله وعلى كالقطاع ككل. وحنا جينا دابا في زياره تفقديه نصلوا معها الرحيم، الله يطول عمرها والله يصلح لها بنيتها والله يشد لينا في صحيحتها والله يطول عمرها لينا والارباب الحمامات كاملين. وهذا جينا باش نتكلموا معها نيت على مشاكل القطاع اللي كيعرفها القطاع لا ابان كورونا ولا مورا كورونا ولا هاد الايام، بان هذا القطاع غادي في العد العكسي الى الوراء، قطاع ماشي غادي للقدام كيزدهر، وهذا كيزدهر ولا في تقدم، بل بالعكس هو في غادي للوراء. كيعيش مشاكل كثيره منها كثره الحمامات، منها غلاء المحروقات، منها غلاء مواد التجهيز، ومنها عزوف المواطنين على الاستحمام. ولو ان التسعيره ديالو في غالب الاحيان كتكون 13 درهم، فهي تسعيره رمزيه ما كتخليش مول الحمام يمشي يمارس هذه الحرفه ديالو في اريحيه وفي راحه، نظرا لان عنده ضرائب كثيره، التزاماته كثيره، لا اتجاه المواطنين لا اتجاه الصيانه ديال الحمام ديالو في المكان الاشتغال ديالو. وجينا نشوفوا هذه المشاكل ديال التسعيره هنايا في
سيدي مومن، مقاطعه سيدي مومن، مقاطعه عين سبع، الحي المحمدي، كلهم هذا اللي كيجمعهم ترابيا انهم الحمامات فيها كثار. هما راه اكبر عدد ديال الحمامات اللي كاينين في جهه الدار البيضاء سطات كاينين في هذه المقاطعات. هنا جينا باش نشوفوا اللي غيديروا واحد التسعيره اللي تقدر دير تعادل لهم الكفه ديال المصاريف والمداخل باش هذا القطاع ينتعش. ومن هذا المنبر ومن هذا المنزل العامر الله يجعله ديما يكون عامر كنوجهوا نداءنا للمسؤولين باش يلتفتوا لهذا القطاع اللي هو قطاع اجتماعي اقتصادي تضامني وكيعيش بزاف المشاكل، واللي دابا هذا القطاع ولا غادي في طريق اندثار. من هنا لواحد 10 سنين ولا هذا نقدروا نقولوا ما غيبقاوش دوك الحمامات القدام، غيوليو هاد الحمامات الهجينه اللي كيتسموا المهم الحمامات الهجينه وصافي الحمامات المتطوره. اما الحمام التقليدي اللي كيعيش عائلات وكيعيش اسر راه غادي في طريق اندثار والانقراض، مما سيؤزم سوف يرفع وتيره الفقر في المغرب. تبارك الله عليك. كنزة الإدريسي، الابنة ديال الحاجة صحراوية صاحبة حمام صحراوية سيدي مؤمن، وكنبني واحد الحمام دابا. الاشكاليه اللي نعاني منها او لا كيعانيو منها نيت ارباب الحمامات، ملي كيتعطاك واحد الارض كتشريها بواحد الثمن غالي اير بلس 3، كيعطيوك ما عندكش الحق بانك تبني الحمام لتحت وتزيد 3 زيطاج. حيدوا لينا لي زيطاج على حساب قال لك بان راه الحمام فيه لي سيتاغن اللي عندنا خاص ملي تعطى هاد الناس اللي حضروا في هاد لا كوميسيون خص يحضر واحد صاحب حمام باش يفسر لهم، لان لا سيتاغن راه بحال البرمه فيها مدخل ديال المبارد ومخرج ديال الماء سخون، كيدخل الماء بارد وكيخرج الماء سخون، ما عمرها ما غادي تفرقع. باش يحيدوا لينا حنا شارين باثمنه غاليه هاد الارض هذه ويحيدوها لك ويعطوك اير بلس 1، راه الحمام راه غادي في اندثار. الناس بزاف راه وقع لهم هذا المشكل، ما بقاوش كاع بغاو يديروا الحمامات، زائد الغلاء ديال العود، زائد الغلاء ديال الضرائب، زائد الغلاء ديال الضوء وديال الماء، بزاف الاشكاليات كيعانيو منها موالين الحمامات. هذا هو الاطار اللي حنا كنتناقشوا فيه ان شاء الله، ونشوفوا غنخرجوا بملتمسات ان شاء الله. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا.